السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا معاكم أمير فاروق، وبنكمل مع بعض محتوى الويب دبلومة. الطريقة الأخيرة اللي أنا أقدر إن أنا أكتب بيها اللون اللي أنا عايزه، برضو نفس الكلام بالدرجات اللي أنا عايزها. هكتب كده RGB وهفتح براكتس، هفتح أقواس بالمنظر ده. الأقواس دي طبعا احنا متخيلين، احنا قلنا الألوان الأساسية 3 RGB، يبقى أنا عندي هنا 3 قيم: نمبر كوما نمبر كوما نمبر. اول ارقام هتحطها هنا بتميز اللون الاحمر او بتدل على اللون الاحمر، تاني ارقام اللون الاخضر، تالت ارقام اللون الازرق. كل رقم من دول تقدر تكتب فيه من اول 0 الى 255 درجة. دي كلها درجات من الالوان، فممكن اروح اقول له كده مثلا، ممكن اروح رايح قايل له كده شايل ده خالص واقول له كده RGB، واروح رايح قايل له مثلا 150,0,0. ده كده درجة من درجات اللون الأحمر. أعمل كده ريفرش زي ما انتوا شايفين، ده درجة غامقة من درجات اللون الأحمر. طيب لو أنا عملت كده مثلا 90 وعملت كده مثلا 180، كده أنا عملت كوكتيل بقى من الألوان، من الأحمر ومن الأخضر ومن الأزرق. فلما أروح أعمل ريفرش زي ما انتوا شايفين كده، ده اداني درجة تانية، ده لون موف مثلا. طبعا نفس الكلام في الكومودو، لو انت ضغطت كده على كنترول وضغطت على الكود تقدر تختار درجة اللون اللي انت عايزها وهو هيحط لك الRGB المناسب بتاعها. كمان نفس الكلام لو انت على البراوزر وعملت نفس الكلام كده، ضغطت على الكالر واخترت اللون، درجة اللون اللي انت عايزها، وضغطت على انتر، هو هيحط لك الRGB بتاعها، هيحط لك الارقام الخاصة بالكالر ده او باللون ده. وبالتالي يبقى انت تقدر انك تكتب اللون بتاعك بثلاث طرق: تقدر تكتب اللون باسمه، تقدر تكتب اللون بطريقة الهكسا ديسيمال، تقدر تكتب اللون بطريقة الRGB. كده احنا انتهينا من الجزء الخاص بالكالرز في الCSS. وبكده تكون انتهت السيشن بتاعتنا النهاردة. اتمنى ان السيشن تكون كانت سهلة وبسيطة. لو حد عنده اي سؤال ما تترددش ابدا في انك تكتب السؤال بتاعك في الكومنت، وانا دايما موجود عشان اجاوب على كل استفساراتكم. وما تنسوش تدعمونا بلايك وشير وسبسكرايب علشان المحتوى بتاعنا يوصل لاكبر قدر ممكن من المتابعين. شكرا جدا ليكم. كنت انا معاكم امير فاروق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.